عام، ومفيش بند اخصائي مساحه اصلا. بس ده في الحقيقه مش هيفرق اي حاجه، والاهميه الحقيقيه هي دوره الحيوي جدا في الموقع. ندخل بقى في المهم، وهي مرتبات اخصائي المساحه في مصر ودول الخليج. لو اشتغلت اخصائي مساحه في مصر فهتاخد في رينج من 3500 جنيه لحد 8000 جنيه في الشهر، وده على حسب سنين الخبره طبعا. وعشان اوضح لك اكتر، فمكسب الشغلانه الحقيقي ده في مصر انك تتعلم وتشتري جهاز رفع مساحي محترم زي التوتال ستيشن، وساعتها هتتحاسب بالزياره او بعدد النقط اللي وقعتها. وقتها فعلا الشغلانه دي هتكون مجزيه جدا ليك. نرجع للرواتب. لو اشتغلت اخصائي مساحه في السعوديه فهتاخد في رينج من 4000 ريال لحد 15000 ريال في الشهر. ولو اشتغلت اخصائي مساحه في الامارات فهتاخد في رينج من 5000 درهم لحد 15000 درهم شهريا، وده طبعا على حسب سنين الخبره والمكان اللي شغال فيه. ولو اشتغلت اخصائي مساحه في الكويت فهتاخد في رينج من 400 دينار لحد 1500 دينار كويتي شهريا، وطبعا 1500 دينار ده بيكون للخبرات العاليه، وفي الاغلب بتكون فوق ال 10 سنين. واخيرا لو اشتغلت في دوله قطر فهتاخد في رينج من 4000 ريال لحد 10000 ريال قطري شهريا. بس كده يا سيدي. لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.